تخيل معايا المشهد ده. واحد نازل أرضه عادي في يوم حر، الشمس مولعة والجو مكتوم والحشائش عالية شويتين كده حوالين الترعة. هي خطوة واحدة غلط وفجأة بيحس بحاجة لسعته، يبص تحت رجله يلاقي تعبان اختفى ما بين الزرع. في اللحظة دي المشكلة مش بس في السم، المشكلة في اللي هيحصل بعد كده. هيجري على المستشفى ولا هيسمع كلام حد يقول له اربط رجلك جامد، ولا حد بقى يفتح له مكان اللدغة كده بموس، أو حد يحاول يمص السم، ولا يستنى ويقول ما يمكن تعدي. والسؤال الأهم، هل مصر فعلا داخلة على موجة انتشار للتعابين؟ وهل التعابين بدأت تقرب من البيوت، ولا احنا قدام ظاهرة صيفية بتحصل كل سنة لكن السوشيال ميديا خلتها تبان وكأنها غزو؟ النهاردة في حكاوي الرغايين احنا مش جايين نخوفك، ولكن جايين نفهمك، لأن الخطر الحقيقي مش إنك تشوف تعبان، الخطر الحقيقي إنك ما تعرفش تتصرف لما تشوفه. أهلا بيكم في حكاوي الرغايين. في الأيام اللي فاتت اسم التعابين طلع فجأة كده على السطح، أخبار عن لدغات، وفيات، صور منتشرة على الفيسبوك. ناس بتقول التعابين غزت الشرقية، وناس تانية بتقول شفنا تعبان في الإسماعيلية، وناس بتتكلم عن ظهور تعبان في منطقة سكنية في القاهرة الجديدة. وما بين الخبر الحقيقي والصور القديمة والفيديوهات اللي مش معروف أصلاً اتصورت إمتى، المواطن العادي واقف في النص وبيسأل سؤال منطقي جداً: هو إيه اللي بيحصل؟ هل فعلاً في انتشار غير طبيعي للتعابين في مصر؟ ولا دي حالة ذعر جماعي؟ خلينا نمسك الحكاية من أولها. التقارير الصحفية اتكلمت عن حوادث لدغات في الشرقية، خصوصاً في المناطق الزراعية وقرى تابعة لمركز منيا القمح، وبعض التقارير قالت إن في 3 حالات وفيات وعدد كبير من الإصابات. تقارير تانية اتكلمت عن أرقام مختلفة، وده طبيعي في بداية أي أزمة محلية، لأن الأرقام بتتغير على حسب المصدر وتوقيت النشر. ولكن الثابت في القصة بقى إن في ناس فعلا اتلدغت، وفي ناس فعلا ماتت، وفي حالة خوف حقيقية عند الأهالي، وفي تحرك من الصحة والزراعة والمحليات. بس هنا لازم نبطل أول غلطة إعلامية: مش كل ظهور لتعبان معناه غزو، ومش كل لدغة معناها إن البلد بقت مليانة تعابين. وفي نفس الوقت مش معنى إن الظاهرة موسمية إننا نقلل من الخطر. الحقيقة ما بين ده وما بين ده، في خطر طبعا. طب في ذعر مبالغ فيه؟ أكيد. طب في معلومات غلط ممكن هي اللي تقتلنا؟ جدا جدا. والسؤال، ليه التعابين بتظهر أكتر في الصيف؟ التعبان مش بني آدم عنده تكييف ولا عنده مروحة ولا بيقعد في أوضة ويشرب عصير قصب. التعبان من الكائنات اللي درجة حرارة جسمها بتتأثر جدا بالبيئة. يعني لما الجو بيبقى حر جدا، الجحر اللي هو مستخبي فيه ممكن يبقى فرن، فتبدأ بقى تخرج تدور على إيه؟ على مكان أبرد، على رطوبة، على مية، وكمان على أكل. وعلشان كده بنسمع كتير عن ظهورها حوالين الترع والمصارف والأراضي الزراعية، وكمان أكوام المخلفات والأماكن المهجورة، وأحيانا على أطراف المناطق السكنية. يعني الموضوع مش إن التعبان قاعد عامل خطة شريرة وبيقول أنا النهاردة طالع أخض الناس، أكيد لأ، هو بيتحرك حسب الحرارة والمية والغذاء والمخبأ. وهنا بتيجي المشكلة. إحنا في الصيف بنبقى في نفس الأماكن اللي هو بيدور فيها على راحته، الفلاح في الأرض، والعامل في المزرعة، والأطفال بيلعبوا حوالين مناطق مفتوحة، والناس بتحب تنزل تقعد جنب الترعة، وناس بتحب تنظف الحشائش، وناس بتدخل مخازن أو أماكن مهجورة. ففرص الاحتكاك بتزيد. مش شرط إنه عدد التعابين زاد، ولكن ممكن ببساطة عدد مرات ظهورها قدام البشر هو اللي زاد. ودي نقطة مهمة جدا. فرق كبير ما بين عدد التعابين زاد وعدد مشاهدات التعابين هو اللي زاد. زمان لو تعبان ظهر في القرية بس اللي بتعرف، ولكن النهاردة وفي عصر السوشيال ميديا لو تعبان ظهر في شارع، بعد 10 دقايق تلاقي مصر كلها بتتكلم عنه. فالصورة بتكبر والرعب بينتشر، والناس بتبدأ تربط بين أي تعبان وأي حادثة، وتبدأ بقى الجملة الشهيرة: البلد بقت مليانة تعابين. ولكن الجهات الزراعية قالت إن ظهور التعابين في الصيف هي ظاهرة موسمية، وإن الحرارة بتدفعها للخروج من جحورها والبحث عن الرطوبة والغذاء.
يعني في ظاهرة ولكن مفيش دليل واضح إن هي انتشار غير مسبوق أو غزو. ودي زاوية حلقتنا النهاردة، مش هل في تعابين، أكيد فيه، ولكن السؤال هل إحنا فاهمين هي ليه ظهرت؟ وهل إحنا عارفين نتصرف معاها إزاي؟ طيب خلينا بقى نتكلم عن الجانب المؤلم. في الشرقية التقارير اتكلمت عن وفيات وإصابات، والأخطر من اللدغة نفسها إن بعض الحالات بتتأخر جدا في الوصول للمستشفى، ودي مصيبة في حد ذاتها، لأن في لدغات التعابين الوقت مش مجرد تفصيلة، الوقت هو الفرق بين إن المصاب يلحق يتقيم طبيا وياخد العلاج المناسب، وبين إن السم ينتشر والمضاعفات تكبر. وده معناه إن أول قرار بعد اللدغة هو أهم قرار، والقرار هنا مش قرار شيخ البلد ولا قرار جارك. أول قرار هو الذهاب لأقرب مستشفى مجهزة. وزارة الصحة شددت على إن المصاب لازم يتوجه فوراً لأقرب مستشفى يتوافر فيها المصل، وهنا بيتم الكشف والتقييم وتحديد الجرعة حسب الحالة. طب ليه بقول حسب الحالة؟ لأن مش كل لدغة تعبان معناها إن المصل لازم يتاخد فوراً. في لدغات من تعابين أصلاً هي غير سامة، وفي لدغات اسمها لدغة جافة، يعني التعبان يلدغ ولكن من غير ما يحقن سم. وفي حالات محتاجة متابعة قبل إعطاء المصل، وفي حالات محتاجة المصل فوراً. طيب مين بقى اللي بيقرر؟ الطبيب طبعاً، مش الأهالي ولا صاحب الصيدلية، مش الراجل اللي بيقولك أنا فاهم في الحاجات دي. المصل مش عصير يتشرب، المصل بيتاخد في المستشفى وتحت متابعة، لأنه ممكن يعمل حساسية شديدة في بعض الحالات، ولازم يبقى فيه فريق طبي وأدوية طوارئ وأجهزة متابعة. علشان كده وجود المصل في المستشفيات العامة والمركزية مش معناه إن كل وحدة صحية لازم تديه، ده قرار طبي وتنظيمي علشان سلامة المصاب. فلو حصلت لدغة ما تدخلش في جدال، هو المصل موجود هنا ولا مش موجود؟ اتصل بالإسعاف أو بالخط الساخن وفوراً تطلع على أقرب مستشفى مجهزة. نيجي بقى لأخطر جزء في الفيديو النهاردة، الجزء اللي ممكن ينقذ حياة بني آدم. 5 أخطاء شعبية منتشرة في التعامل مع لدغة التعبان، وممكن تكون أخطر من اللدغة نفسها. أول خطأ إنك تربط المكان جامد. في ناس أول ما بتحصل لها لدغة بتجيب حزام أو قماشة وتربط فوق مكان اللدغة بكل قوة، وفاكر إن هو كده بيحبس السم، ولكن الرباط الشديد ده ممكن يمنع الدم عن الأطراف ويزود تليف الأنسجة ويعمل تورم ومضاعفات ويصعب على الأطباء التعامل مع الحالة. إحنا هنا مش في فيلم أكشن. تاني غلطة إنك تفتح الجرح بموس أو بسكينة. في اعتقاد قديم كده إنك لو فتحت مكان اللدغة السم هيطلع، وده كلام خطير جدا. أنت بتزود النزيف وبتدخل ميكروبات وبتحول لدغة لمشكلة أكبر. تالت خطأ بقى إنك تمص السم بفمك، ودي من أسوأ الخرافات اللي السينما المصرية زرعتها في دماغ الناس، إن البطل يمص السم وينقذ الضحية. في الحقيقة ده ممكن يضر المصاب ويضر اللي بيحاول يساعده كمان، ومش طريقة علاج موثوقة أصلا. رابع خطأ إنك تحط تلج. التلج مش حل سحري وممكن جدا يضر الأنسجة في مكان اللدغة. خامس غلطة بقى إنك تحاول تمسك التعبان أو تقتله علشان تاخده معاك المستشفى. لا يا باشا، حياتك أهم بكتير من صورة التعبان. لو تقدر تاخد صورة من مسافة آمنة جدا تمام، لكن إنك تجري وراه أو تحاول تمسكه أنت كده بتزود احتمال لدغة تانية. المطلوب ببساطة إنك تبعد عن التعبان، هدي المصاب، قلل حركته قدر الإمكان، وشيل أي خاتم أو ساعة أو حاجة ضيقة قبل التورم، وخلي مكان اللدغة في وضع مريح. غطيها بشاش نظيف وبدون ربط عنيف، وروح المستشفى فورا. ولو المصاب طفل مفيش انتظار، ولو كبير سن برضه مفيش انتظار. ولو بدأ يحصل تورم أو ألم شديد أو دوخة أو صعوبة في التنفس انت كده في وقت ضيق جدا ولازم توصل المستشفى في أسرع وقت. طيب هل كل التعابين اللي في مصر قاتلة فعلا؟ أكيد لا، وده مهم جدا علشان ما نحولش كل تعبان لكابوس. معظم التعابين غير سامة أو لا تسبب تسمما خطيرا للإنسان، ولكن في أنواع خطيرة فعلا زي الكبرى المصرية وبعض الأفاعي الصحراوية زي الطريشة، ودي موجودة في الصحراء. المشكلة إن المواطن العادي مش خبير زواحف، ومش مطلوب منه أصلا إن هو يقف ويتفرج ويقول استنى بس أشوف الراس مثلثة ولا مستديرة. القاعدة الذهبية:
أي تعبان تشوفه اعتبره خطر لحد ما المختصين يتعاملوا معاه. ومش معنى كده إنك تقتله بإيدك ولا تجري وراه ولا حتى إنك تخلي الأطفال يتصوروا جنبه. المعنى إنك تبعد وتبعد الناس عنه وتتصل بالجهات المختصة أو بالحماية المدنية أو الوحدة المحلية حسب المكان. التعبان غالبا مش عايز يهاجمك، التعبان غالبا هو عايز يهرب، ولكن بقى لو اتحاصر أو اتداس عليه أو حد حاول يمسكه هيدافع عن نفسه طبعا. وده اللي بيحصل كتير في الأراضي الزراعية. واحد ماشي حافي أو بشبشب خفيف، الحشائش عالية ومش شايف تحت رجله، يدوس بقى قريب من التعبان. التعبان بيلدغ دفاعا عن نفسه، بيبقى الوقاية هنا مش رفاهية. فلو انت بقى في قرية أو عندك أرض أو قريب من ترع أو مصارف أو ساكن في منطقة حواليها مناطق صحراوية، اسمع الجزء ده كويس. أولاً، ما تمشيش حافي في الأرض الزراعية أبداً، وخصوصاً في فصل الصيف. البس حذاء مقفول أو بوت مناسب لشغلك في الأرض. ثانياً، حاول تقلل الحشائش الكثيفة حوالين الأرض أو البيت. ثالثاً، ما تسيبش أكوام مخلفات أو خشب أو حجارة أو كراكيب جنب البيت. رابعاً بقى، حاول تسد الشقوق والفتحات اللي في الأسوار، في الشبابيك، في الأبواب، في المخازن، خصوصاً لو البيت قريب من أرض زراعية أو منطقة صحراوية. خامساً بقى، استخدم كشاف بالليل وما تدخلش مخزن ضلمة بإيدك في الأول. سادساً، راقب الأطفال جيداً. الأطفال فضوليين، ممكن يشوفوا تعبان صغير ويفتكروه لعبة. علمهم أي حاجة من الزواحف ابعد ونادي على حد كبير. سابعاً، لو شفت تعبان في البيت أو في العمارة ما تعملش فيها بطل وتحاول تمسكه. ثامناً، ودي مهمة جداً، لو حصلت لدغة مفيش وصفات شعبية، اللدغة مش مجال للتجارب. وهنا خلينا نسأل سؤال أكبر، هي ليه الناس بتتخض بسرعة؟ لأن المواطن العادي في القرى وفي المناطق الزراعية حاسس طول الوقت إن الخطر قريب منه. هو مش بيتفرج على فيلم وثائقي عن الغابات، هو سامع عن طفل اتلدغ، عن سيدة اتلدغت، عن فلاح اتلدغ وهو شغال في أرضه، وعن تعبان ظهر جنب البيت. فالخوف هنا مفهوم جدا، ولكن المطلوب مش إننا نضحك على خوف الناس ونقول لهم مفيش حاجة، ولا المطلوب إننا نولع الدنيا ونقول لهم اهربوا ده التعابين احتلت مصر. المطلوب إن الدولة تعمل شغلها والإعلام يعمل شغله والناس تعرف دورها. في بداية الحلقة أنا سألتك، هل إحنا قدام انتشار تعابين في مصر؟ والإجابة الدقيقة، إحنا قدام زيادة في البلاغات والمشاهدات، وده بالتزامن مع فصل الصيف وموجات الحر، خصوصا في المناطق الزراعية أو القريبة من مصادر مياه. ولكن لحد الآن التصريحات الرسمية بتقول إن ده موسمي ومفيش أي دليل علمي واضح على انتشار استثنائي. وفي النهاية خلينا نقولها بصراحة، التعبان مش بيقرأ الترندات ولا بيهتم بالفيسبوك ولا عارف إن الناس بتتكلم عنه. التعبان بيتحرك بالغريزة. اللي بيكبر الخطر مش وجود التعبان، ولكن اللي بيكبر الخطر إننا نسيب البيئة حواليه مناسبة: حشائش، مخلفات، قوارض، فتحات، ظلام، ومياه مكشوفة. لو أنت من الأرياف أو عندك أهل في القرية أو تعرف حد بيشتغل في أرض زراعية، ابعت له الحلقة دي فوراً وقول له ما تمشيش حافي وما تدخلش في وسط الحشائش وما تسيبش كراكيب أو مخلفات حوالين البيت وما تحاولش تمسك تعبان، ولو حصلت لدغة ما تضيعش دقيقة وروح على المستشفى. وده مش لأننا بنهول، ولكن لأننا اتعلمنا إنه أحياناً الفرق بين النجاة والكارثة مش في قوة السم، الفرق في سرعة القرار. ولو عجبتكم الحلقة ما تبخلوش علينا بلايك وشير للفيديو واشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد. أهلا بكم في حكاوي الرغايد.